كل سنة وانتوا طيبين وينعاد عليكم بالخير يا رب ان شاء الله. تعالوا نشوفوا كده عملنا ايه النهاردة. اول حاجة عملت كده سحور. تمام، غيرت في السحور بدل ما كل يوم بقى فول وبيض وكده، فحبيت اغير في السحور شوية و... وكان عندي بصراحة فطار من قبلها بيوم، فعملت حاجة صنف حلو، يعني عملت جلاش بالمكسرات. تمام، انا حبيت ان انا اقلل السكر، عملت له شربات، كوباية سكر وكوبايتين مية. انت عايزاه شربات تقيل اعمليه، ممكن شربات تقيل، بس انا حبيت ان انا يعني ما يكونش سكر زيادة قوي. تمام، اول حاجة عملتها طبعا الشربات، وبعد كده حطيته في التلاجة. تاني حاجة هطحن شوية كده من المكسرات. تمام، حطيت عليهم تلت كوباية من السكر، وانا عايزاهم مجروشين، مش عايزاهم يكونوا مطحونين جامد يعني. تمام، عندي هنا نص كيلو من الجلاش، قسمته كده نصين زي ما انتوا شايفين. الورقة طبعا قد كبيرة، فطبعا انا هحطها في صينية كده صغيرة، فمش هينفع احط الحجم ده كله. وبعدين انا عايزة نص كده يكون تحت، ونص التاني الطبقة التانية يكون فوق. طبعا دهنت الصينية زي ما انتوا شفتوا، وبعدين حطيت الجزء الاولاني زي ما هو كده، ولا دهنت بين طبقات ولا اي حاجة. تمام، وهبتدي ان انا احط المكسرات بتاعتي، اي نوع مكسرات متوفرة. انا بحب احط على المكسرات شوية من القرفة، اختياري برضو. تمام، انا كنت عملت الطريقة بتاعت الجلاش دي سهلة وسريعة، مش هتاخد منك اي وقت. تمام، بس كان بالنسبة لي كان السكر فيها المرة اللي فاتت كان زيادة شوية، فحبيت المرة دي ان انا اقلل السكر شوية. تمام، يعني في الفيديو الاولاني كنت حاطه نص كوبايه سكر مع المكسرات. تمام، حبيت اقلل شويه فحطيت تلت بس. اوكي، بصوا طريقه سهله وسريعه مش هتاخد منك اي وقت، ولا ندهن من طبقات ولا حاجه. بتقسمي الجلاش بتاعك نصين، بتدهني الصينيه، بتحطي النص الاولاني، وبعدين بتحطي المكسرات، وبعدين بتحطي الجزء التاني زي ما هو برضو. وعندي هنا السمنه، 3/4 كوباية سمنة، زبدة، الاتنين على بعض براحتك خالص، 3/4 كوباية. اوكي، حطيت عليهم شوية من البيكنج باودر عشان يخلي الجلاش بتاعي كده هش مورق وحلو. خلاص، قبل ما احط بقى السمنة او الزبدة قطعت الجلاش بتاعي وهنزل بالسمنة، يعني هو من 3/4 كوباية لكوباية. خلاص، عايزة سمنة على زبدة، عايزة زبدة بس، سمنة بس، براحتك. تمام كده، تمام. طبعا انا قطعت الاطراف زي ما شفتوا. بس كده خلصت احلى صينيه جلاش بالمكسرات. بصوا بقى اتنفخت معانا ازاي، وبقت حلوه قوي قوي قوي، زي البقلاوه بالظبط اللي بنشتريها من بره. هحط بقى الشربات بتاعي كده، اول ما تطلع من الفرن تنزلي عليها بالشربات الساقع. خلاص، بس هنوزع الشربات كده زي ما انتم شايفين. اوكي، تمام. يعني انا قلت بدل ما عندي فطار من قبلها بيوم، خلينا اعمل صنف حلو كده جنب يعني بعد الفطار كده نشرب كوباية شاي مع حاجة حلوة. هنا بقى في السحور قلت بقى الولاد بقى كل يوم بيض وفول، كل يوم بيض وفول، فبصراحة محتارة، يعني السحور كمان بيحير سبحان الله. كان عندي كده صدر من الفراخ، قطعته كده بالطول. تمام، حطيت ملح وفلفل اسود وبصل باودر وتوم باودر. اوكي، وشوية من البهارات الإيطالية. اوكي، وشوية من زيت الزيتون، وعملت لهم مساج كده. هجيب وok بقى احط فيها حتة زبدة واشوح الفراخ بتاعتي. تمام،
طبعا ما ينفعش احنا بقى ايه كل يوم اديهم فول، فالولاد بتزهق بسرعة. احنا لو علينا الكبار مش مشكلة، ان شاء الله سندوتش جبنة كده مع كوباية شاي وخلاص. بس هما بقى بيروحوا المدرسة وطول اليوم برا فما ينفعش معاهم الكلام ده. فنحاول ايه نشبعهم كده. بجيب العيش بتاعي بقسمه كده بالطول، تمام، وهعمل له تجويف كده هوريكم ازاي. بصوا هشيل اللبابة دي كده شوية من النص، خلاص كله كده. ليه؟ لان عاملة صوص الالفريدو اللي هو عبارة عن زبدة وكريمة وفص ثوم وشوية من البرمجان. اوكي، ممكن تعملي وايت صوص عادي زي ما بتعمليه للمكرونة، تمام. تحطي بقى فيها جبنة رومي، ما الجبنة الرومي هي زي نفس الطعم زي الجبنة البرمجان عادي، تمام. هتعملي الوايت صوص بتاعك، تحطي بقى فيه فص ثوم كده هوريكم شايفين ازاي. قلت احمر شوية بطاطس كده جنب الساندوتش ده، يبقى نحط حتة زبدة وفص ثوم. خلاص انا مش عايزاه يحمر خالص، هنزل على طول بالكريمة. ممكن تعملي نفس الطريقة دي كده كأنك بتعملي بشاميل كده خفيف، تمام. حطيت بقى كده الجبنة، يبقى هو عبارة عن زبدة وفص ثوم، ونزلت بالكريمة والجبنة البرمجان. طبعا عملت شوية صغيرين يعني حاجة بسيطة خالص. بصوا ازاي بوزعه كده في الساندوتش. وعندي الفراخ خلاص شوحتها في الزبدة واخدت لون تحفة. هتبتدي بقى ايه اقطع الفراخ بتاعتي، شوفوا يعني اتبقى كمان من الصوص بتاعي. طلعت الجبنة الموتزاريلا بعد ما قطعت الفراخ كده، برصها على العيش بتاعي اللي انا عملت له تجويف كده وحطيت الصوص فيه. وبعدين رصيت الفراخ بتاعتي، احط بقى شويه من الجبنه موتزاريلا ومولعه بس الشوايه تاخد بس لون والجبنه تسيح معايا وتبقى زي الفل. بصوا بقى الجمال تحفه. رشيت شويه من البقدونس المجفف كده من على الوش او الفريش وبس. العصير بقى عملت لهم عصير بلح باللبن والموز بس يقويهم، معاهم كمان زبدة الفول السوداني بتبقى تحفة. مرة تانية. باي.